قلبي عندك يا اللي عداية الدباغ مش عندك. قبل ما نتكلم على الصفقة وتقديمتها ودنيتها، لازم نتكلم يا جدعان على جون ادوارد. انا لازم كل صفقة لازم اقول للراجل ده شكرا. شكرا مش عشان جاب الصفقة، لا هو شكرا عشان جاب الصفقة. ليه عشان جاب الصفقة؟ لما افتكر كده ايام زمان، لما كنت تخش في مروان عطية والاهلي داخل على الاهلي، مع رضا سليم على الاهلي، مع عدي الدباغ في جون ادوارد على الزمالك. هو هنا لا، هنا الاستوبايه اللي تعرفك انك معاك حد في التعاقدات كافر. والله يعني جاحد الراجل ايه يا عم ده؟ هقول لك على حاجه تانية ممكن ما تكونش واخد بالك منها. طبعا الناس كلها عرفت ان عدي الدباغ جايب 350 الف دولار. انت عارف انت مين عندك ب 350 الف دولار؟ الجفالي. الجفالي اللي ميدو راح جابه. انا طبعا مش بغلط في ميدو ولا بذم في ميدو، لان مش شغلانته، مش بتاعته، مش حتته، مش لعبته. ده جاب لك حد مهاجم سوبر سوبر السوبر، مش عيل صغير ما شفناهوش طول الموسم اللي فات، ولا من يناير الكام شهر دول ما شفناهوش غير 10 دقايق. ده جاب لك مهاجم سوبر بينافس معاك الاهلي عليه وتاخده. فهنا لازم تعرف انك معاك فعلا قائد بيعرف. كلموه اتحاد الكوره، الزمالك عليه فلوس، راح خلص الكلام. خلص الكلام، انتوا عايزين ايه؟ دي جزء ودي التسويه ودي دنيتكم ودي إيه. خلص يا باشا الكلام وايد الصفقات. ايد الدنيا، ماشيه الدنيا بنظام، باحترافيه. راجل بروفيشنال بجد. بجد شابوه. يعني انا شايف انك اهم صفقه جيت الزمالك من فتره. طبعا الصفقات كلها مش سوبر زي عدي الدباغ، لان انت برضو محدود بالمبلغ، لكن ده عارف تديله ميزانيه. ده نهار ابيض، ده انت هتشوف فعلا فريق الاحلام تاني بتاع 2003. مع بعضينا جايين ان شاء الله نيجي نتكلم بقى على الصفقه وحلاوتها وتقديمتها الشيك. اللي انا دايما ببقى فرحان اللي انا عندي في نادي الزمالك سوشيال ميديا قويه قوي. يا جدعان اصل الفكره صعبه قوي، صعب قوي انك تفكر في فكره وتتنفذ. الموضوع مش سهل ان انت ده في ناس بتقعد عمرها كله عشان فكره. فاللي انا اعمل فكره، راجل قاعد يجي له تليفون من نادي الزمالك ويبقى قبلها في مسج من النادي الاهلي او من رقم اخره ما اعرفش ايه بتاع، مش هنجيب سيرتهم، وما يردش عليهم ويقول لهم انا مستني تليفونكم لما الزمالك يكلمه. اللقطه نفسها حلوه، بخلاف طبعا بقى احتفالاته كلها. ناصر منسي على زيزو على وسام، جابهم كل سوري، جابهم كلهم في الاحتفال بتاعه. كلكم على دماغي. خليها على دماغي. انا متفائل بالدوري. كان عندنا فريق وما كانش عندنا دكه، دلوقتي انا بقى عندي فريق وبقى عندي دكه قويه وبقى عندي فريق قوي. اتمنى اللي انا ما اسمعش حد يقول احنا بنبني بنعمل. يا باشا احنا داخلين موسم ناخد دوري وهناخد كونفدراليه وهناخد كاس واي حاجه نخشها بتاعتنا. انا داخل وانافس بقوه. طول عمر الزمالك جمهوره بلعبته ايد واحده في الملعب بنأدي. انت السنه اللي فاتت كان معاك لما عندك دكه وعندك دونجا لوحده ثابت وعندك مصطفى شلبي وخدت سوبر افريقي وخدت كاس. الاهلي مش عارف يكسبك بقاله سنتين. ف بدول فلما دعم ووقف وكبر ما تقوليش ببني، لا قول لي انا بنافس بقى، انا رايح اخد الدوري، انا استناني السنه الجايه في افريقيا، انا الكاس ده بتاعي. ده الطبيعي، ده الطبيعي واللي انا عارفه عن النادي ده من سنين. بنقع لكن بنقف وبنقف حلو وبنقف اقوياء. فيا مسهل الحال يا رب ان شاء الله. لو اول مره تشوف، تنساش تعملي فولو وقول لي رايك في الكومنتات، واحلى مسا عليكم.